السلام عليكم. العرب ماتوا وشبعوا موت. العرب ماتوا وشبعوا موت. ولما اقول العرب يبقى الحكام والملوك والامراء والشعوب العربية ماتوا. ماتوا. اين انتم يا عرب؟ هل بالفعل كما اقول دائما ميتين؟ اين انتم يا شعوب العرب؟ كل واحد يقول لي انا ماليش حيلة، بس انا هعمل ايه؟ إن كنتم تنتظروا يا شعوب العرب حكامكم وأمراءكم وملوككم إن هم اللي يبدأوا ويعلنوا الجهاد في سبيل الله مستحيل، انسوا. يبقى فلسطين هتباد ومش هيبقى في فلسطين خلاص. ودي حملة صليبية، دي حملة صليبية على المسلمين. ما ترونه ليس مقصود به غزة والفصائل الفلسطينية التي تعتبر لا حول لها وقوة في النهاية، بجانب طبعا قوة إسرائيل وقوة أمريكا. أمريكا بتساعد اليهود ببجاحة طبعا وعلني قدام العالم كله. أوروبا أول مرة أشوفها بتدعم اليهود بهذا الشكل. أوروبا كلها مع الصهاينة. طب مين مع فلسطين طيب؟ وهل هي حملة صليبية؟ حملة صليبية. لما تجتمع أمريكا وأوروبا على الفلسطينيين، المقصود بهم مش الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين صغيرين لا حول لهم ولا قوة. هم محتاجين كل اللي حصل ده، ومحتاجين هذا الدعم الرهيب من أمريكا. حاملتين طائرتين وطائرات ومدافع ومش عارف ايه، كل أنواع السلاح اللي في الدنيا أمريكا بتديه حاليا لليهود. وممكن تنزل جنود أمريكان يحاربوا مع اليهود. هل كل ده علشان فلسطين؟ عشان غزة؟ فيها كم مليون غزة دي؟ فلسطين كلها كم مليون في النهاية؟ دي حملة صليبية على الإسلام، دي حرب على الإسلام. اصحوا وفوقوا، اتقوا الله، ما تخافوش من موت. كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ده المسلمين الأوائل يا جماعة عايزين نصحى ونفوق شوية. مش كده، احنا خايفين من ايه؟ والله ما نخافش يا جماعة. والله الموت ربنا كاتبه لنا من قبل ما نتوجد في هذه الحياة. يعني ربنا كاتب لينا كل حاجة في حياتنا، فاحنا ما نخافش، نقف. لان كده احنا بس احنا احنا كده مش هندعم فلسطين. لا، ده احنا هندعم الاسلام. الموضوع زي ما بقول لكم مش موضوع فلسطين. لا، فلسطين ايه اللي هيقوم؟ اليهود هيقوموا كل العالم ده عليهم، على فلسطين، عشان فلسطين. وهل يساند امريكا واوروبا كلها تساند الصهاينه دول عشان فلسطين؟ ومهما تكن قوه المقاومه، قوتها ايه بجانب قوه اسرائيل وقوه امريكا مثلا؟ وزي ما بقول اول مره، وانتوا اكيد عارفين وفي ناس منكم عارفه ومتابعه، اول مره الاوروبيين يعملوا كده ويتكلموا كده ويقولوا كده ان احنا بندعم الكيان الصهيوني لان ليه حق يدافع عن نفسه. طب والفلسطينيين اللي بقى لهم 100 سنه بيموتوا واليهود بيقتلوا فيهم، ما لهمش حق انهم يدافعوا؟ يقول لك حماس. طب انت عشان حماس عشان تموت ليه في الشعب الغلبان اللي ما عندوش حاجه؟ وتلاقي تصريحات خايبه من العرب، خايبه. يا ريت يسكتوا احسن والله، افضل ليهم. لكن ما نسكتش احنا كشعوب عربية. احنا ما اللي متأمل في ان الحكام والامراء والملوك يعملوا حاجة مش هيعملوا. ولا انتوا قاعدين على النت والواتس والفاتس والنيلة والقرف اللي اتبلينا بيه ده مش فاضيين تقريبا كده؟ وفي طبعا ناس متع الحياة عندها حلوة فخايفين يموتوا ويتركوا متع الحياة. والله متع الحياة لا تأتي ذرة مما سوف تجدوه في الجنة إن شاء الله. إن مت شهيد. مين ما يتمناش يموت شهيد؟ مين؟ ده أحد الصحابة، بس طبعا الواحد بينسى دلوقتي غير الأول.
كان بيقول نفسي اموت واحيا واقتل في سبيل الله، واصحى تاني واحيا واقاتل في سبيل الله واقتل، وهكذا. يعني عايزين ايه طيب؟ منتظرين ايه طيب؟ مين اللي هينصف العرب؟ محدش. ما هي واضحه ايه زي الشمس. ولا بوتين اللي هو قال كلمتين كتر خير، ولا ده. لا، دول بيعملوا لمصلحتهم في النهايه يعني. بس كده. مش بيعملوا عشان العرب. لا. فانتوا اصحوا وفوقوا يا شعوب العربيه، انتوا اللي عليكم الدور. مش على الحكام والامراء والملوك ولا غيرهم وغيرهم. لا، مش هيعملوا حاجه دول. انتوا شايفين تصريحاتهم عامله ازاي. ده انا كل يوم والله العظيم السكر والضغط والقلب كل يوم. خلاص الواحد مش عارف هيحصل له ايه الايام دي. من اللي انا بشوفه. من اللي بشوفه من تصريحات الحكام العرب، ومما يحدث بقى في فلسطين. ومن هؤلاء الصهاينة النجس. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، عزت والله لله. آه، انا عندي قنوات صهيونية بشوفها، وعندي جهاز عليه ترجمة، يعني في ناس طبعا عارفة الحاجات دي. والله العظيم يا جماعة مرعوبين، والله مرعوبين، بيبكوا بكاء رهيب. وبيتصلوا بالمذيعين في النشرات، يعني في القنوات الإخبارية ديت. وبيعيطوا، واحنا ما بينجدناش الجيش، واحنا كذا، واحنا متدمرين، واحنا. واحد يهودي قال لك أول مرة في تاريخ إسرائيل ت ت ت يعني بلدة أو سكنة من سكناتهم يهجروها خوفا من الصواريخ ومن الدمار ومن دخول المقاومة في الأماكن دي وضربها. فاليهود دول أو الكيان الصهيوني ده هش والله. والله هش، حتى بمساعدة أمريكا برضه هش. والدليل اللي حصل. يعني تخيل كل ده يقوم والقيامة تقوم علشان المقاومة في النهاية معاهم سلاح إيه يعني؟ ولا معاهم إمكانيات حربية إيه؟ إلا إذا كما يقول دي حرب صليبية على الإسلام، دي حرب ضد الإسلام، ليست ضد فلسطين ولا حماس ولا الكلام من ده. خلاص. فأنتوا فوقوا يا جماعة، فوقوا. الحياة مش أكل وشرب ومتع. والله ما ينفعش. جاء الوقت لننصر الإسلام أولا، ثم ننصر أهل فلسطين والقدس. والله العظيم يا جماعة، لو اللي حصل ده انتهى لصالح هذا الكيان الصهيوني، بعد كده هيهدموا المسجد الأقصى. هم يقدروا يهدموه في أي وقت، بس هم عارفين إن المسلمين لما تقرب من دينهم، لا، ده يبقوا وحوش يفترسوا أي حد، وما يهمهمش أي سلاح ولا قنابل ولا غيره ولا غيره ولا غيره. فأنا نفسي كده من كل دولة يطلع كده، كل دولة على حسب مساحتها يطلع منها 5-6 مليون 3 مليون من الشباب. فيها شباب في ايه؟ ما تخلوش متاع الدنيا يعمل فيكم كده، وشهوات الدنيا تعمل فيكم كده. فوقوا، مفيش حاجة باقية والله، وانت مش ضامن نفسك ثانية. لو خرج من كل دولة عربية وإسلامية 3-4 مليون 5 مليون 7 مليون على حسب بلوغ كل دولة، ورفعوا راية الجهاد في سبيل الله وقالوا احنا هنخرج للجهاد في سبيل الله، هناخدها ماشي بقى، هناخدها في 20 يوم، في شهر، في شهرين، من كل واحد يخرج من بلده بطريقته. قسما بالله هتلاقي أمريكا نفسها اترعبت، هتلاقي أوروبا نفسها اترعبت وخافت وقالت وغيرت الكلام اللي بتقوله خالص ده. لأن هم عارفين قوة المسلمين، وعارفين زي ما بقول لكم، عارفين إن المسلمين ياكلوا الحجر وحوش لو أنت قربت من دينهم. هما اليهود ما يقدروش فعلا يهدموا المسجد الأقصى بسهولة، بس هم عارفين إن مسجد الأقصى يبقى إذن كل المسلمين هيروحوا يفرموهم. فأنتوا ما تخافوش والله، ما تخافوش. عادي، إحنا هنخرج للجهاد في سبيل الله وننوي. ده الجهاد في سبيل الله أعظم درجة، يعني مفيش بعد ولا قبله. ليه كده؟ فوقوا شوية يا عرب، فوق يا مسلمين في كل مكان. هم مش العرب لوحدهم، ما هناك دول إسلامية كثيرة لا تعد ولا تحصى غير دول العربية.
اعلنوا الجهاد في سبيل الله، ما تخافوش. زمان أيام الرسول وأيام الصحابة وأيام رضوان الله عليهم، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا بيبقى عدد 1 على 100 من عدد الكفار، وكانوا بيخرجوا بس عندهم إيمان في القلب، وهم مسلمين على حق، مش مسلمين في البطاقة زي ما احنا بنشوف دلوقتي، مسلمين على حق. وكانوا بيجاهدوا، وكانوا ينوا ويجاهدوا وربنا كان بينصرهم. لو احنا بقى ندخل في قلبنا الإيمان الصحيح والحب الإسلام الصحيح والإسلام الصحيح وننوي الجهاد، قسما بالله ما تقف قدامنا العالم كله، ما يقف قدامنا. لكن زي ما احنا شايفين الحال عامل ازاي للأسف، حال يحزن، حال العرب والمسلمين يحزن. فيا أهل فلسطين لكم الله، الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن تنتظروا مساعدة عسكرية زي ما بتعمل أمريكا وأوروبا كده للكيان الصهيوني، تنتظروا مساعدة عسكرية من العرب؟ لا، انسوا، انسوا بجد، مش هتحصل أبدا. ده احنا بنبوس الأيادي والأقدام عشان ندخل لكم مساعدات إنسانية، أدوية وأكل وشرب، ورغم كده الكيان الصهيوني رافض. هل ده كلام؟ هل ده ينفع واحنا واقفين نتفرج؟ انا مش انا تعبت يا جماعه، والله السكر يوميا والضغط يرفعه عندي بصوره رهيبه، والم في قلبي، انا عامل عمليات في القلب. فحرام والله، انا مش فاهم كله ساكت ليه كده، وكأن مفيش حاجه حصلت. ويخرجوا لي كام واحد مظاهرات هنا ولا هنا ولا هنا، مظاهرات مطلوبه بس فايدتها ايه؟ ما احنا كنا بنعمل مظاهرات من 50 سنه على فكره يعني. انا كنت اكتر واحد يطلع في مظاهرات، وعملنا مظاهرات ضد كل حاجه، بس في النهايه عملنا ايه بالمظاهرات؟ المظاهرات وحدها لا تكفي. انتوا تطلعوا وترفعوا شعار الجهاد في سبيل الله، هو ده اللي هيرج العالم كله. لما العالم يحس ان شباب المسلمين والعرب في كل مكان رفعوا راية الجهاد بجد، وهيروحوا بجد يموتوا في الطريق مش مشكلة. ما هيروح 200 مليون مثلا ينهوا الجهاد ويخرجوا، مات منهم 100 مليون زي بعض، ومات منهم 50 مليون برضه زي بعض، ومات منهم 180 مليون، المهم في 200 مليون على الأقل، في 20 مليون قصدي، هيوصلوا برضه ويحفروا القبور لهؤلاء الكيان الصهيوني النجس ويدفنوهم فيه. ارحموا، اتقوا الله شويه. انتوا ايه، ما بتحسوش؟ فيش دم خالص؟ ولا هو العرب ماتوا فعلا؟ انا لو ما اتحركوش العرب يبقى العرب ماتوا. وانا عن نفسي فعلا نفسي اخرج لو اقدر، يعني طبعا لو اقدر اخرج هخرج، اروح اي دوله اوروبيه واخد الجنسيه هناك والغي الجنسيه العربيه دي عندي، ما هي مصريه يعني عربيه بجد. لان كده أبقى يعني في نظر العالم عرب جرب، العرب ده جرب، والعرب جرب، وبقى ماليش قيمة في الدنيا كلها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واهلك الكفر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر أهل فلسطين يا رب، اللهم ثبتهم يا رب، اللهم ساعدهم بكل ما تملك يا رب. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام الصهاينة، اللهم دمرهم تدميرا يا رب. اللهم ابتليهم بالزلازل والبراكين والفيضانات والمرض الذي لا يشفى منه يا رب، ابتليهم بكل هذا يا رب. طالما العرب ماتوا، العرب ماتوا، أنت المعين لهم يا الله، عينهم على ما هم فيه يا الله يا رب. احنا بنشوف الأطفال، ضمير العالم مات، مفيش ضمير، لأن العالم كله بيكره الإسلام وعايز يدمر الإسلام. مفيش عالم، العالم مش هيقف مع المسلمين أبدا. لك الله يا فلسطين، لك الله يا شعب فلسطين، لك الله يا شعب فلسطين الحبيب. الله يعينكم، الله يعينكم. نفسي كل واحد منا يتخيل انه قاعد في بيته ومستني الصاروخ ينزل امتى عشان يموته ويدفنه تحت الارض، واحنا قاعدين ناكل ونشرب ونزاي البهايم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي يا رب. انت المعين يا رب، يا رب انت شاهد وشايف ما يحدث للفلسطينيين واطفال الفلسطينيين ونسائهم وبناتهم ورجالهم الكبار السن ولبيوتهم ومنازلهم. انت شاهد يا رب، لا ترضى بالظلم يا رب.
إن ربك هو المعين. استعينوا بالله يا أهل فلسطين، استعينوا بالله واصبروا ورابطوا، وإن شاء الله النصر لكم بإذن الله، إن شاء الله. الله ليس بظلام للعبيد، سوف ينصركم الله طالما خذلوكم العرب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.